إذا بجانب الأخضر، ونتمنى أن يقدم المردود الأمثل والنتيجة التي تمكن من إحياء أماله في التأهل إلى الدور الثاني من هذه المسابقة، من هذه البطولة التي بالتأكيد أن الجمهور السعودي يمني النفس بأن يعود الأخضر للفوز بها بعد سنوات طويلة من الغياب. طاقم تحكيم عماني في هذه المباراة بقيادة قاسم الحاتمي في لقاء الأخضر ضد اليمن، يساعد ناصر أنبو سعيدي، محمد الغافري، وحكم رابع عمر العلي، بينما في الفار الحكم الإماراتي محمد عبيد بجانب عبد الله جمالي من الكويت. أمام ناصر لحافظ على كورته، تغيير اتجاه اللاعب في أقصى اليسار باتجاه سالم، ولكن الدفاع أمامه يتدخل والإبعاد بعد ذلك إلى رمية، وأن المنتخب السعودي يظل منتخب قوي وعنده الامكانيات. تراجع يمني متوقع منطقي في الدفاع، واندفاع سعودي بعدد اكبر من اللاعبين. الكره تعود مره اخرى، البليه يستعيد الكره الى سالم الدوسري على مستوى الجهه اليسرى، عدى من الاول سالم، عدى من الثاني سالم، تغطيه وتدخل سالم الدوسري على تنفيذها عرضيه، لكن الحارس تدخل بالخطا ولا زالت ابعاد على مرتين من ترك المنتخب السعودي. يعود مره ثانيه ويسعى لاستعادة الروح القتالية لهذا المنتخب. كرة أمامية خطيرة، ولكن الحكم أشار إلى وجود خطأ على مصعب الجوير ولمصلحة المنتخب اليمني في هذه الأثناء. بالسلامة إن شاء الله. فوز حتى الآن تاريخيا لهذا المنتخب. هذه كرة أمامية، محاولة يمنية عرضية، لكن برافو المالكي تدخل، وبعد ذلك تحولت الكرة إلى ركنية. نتائج والألقاب، ولكن يملك الروح القتالية العالية اللي يسعى من خلالها تذويب الكثير من الفوارق. كرة خطيرة وهدف يمني أول في هذه الوضعية. لسه أتكلم على روح قتالية عالية. يسجل منتخب اليمن بعد 7 دقائق فقط أول أهدافه في هذه المباراة، بعد عرضية في منتهى الروعة وغفلة من الدفاع السعودي. يحصل اليمن على هدف مفاجئ للجميع في هذه الأثناء بعد ما يقارب 8 دقائق لعب الآن في هذه المباراة. يا لها من مفاجأة، يا لها من بداية، يا لها من رأسية، يا له من هدف. اليمن تتقدم بالهدف الأول، تترك التاريخ جانبا، تترك الألوان وتفكر في الحاضر، وتقدم أداء قويا في هذه المباراة ضد الأخضر. على الإطلاق اليمن هي من يبدأون المباراة بشكل جميل. الكرة لناصر، لكن التغطية ثاني ركنية للأخضر في أقل من 10 دقائق. الهدف متاحة للمنتخب السعودي مع هذه اللقطة بكرة عرضية راسية البلاي، لكنها مرت بمحاذاة القائم. أول فرصة حقيقية للأخضر، أول ارتقاء وضربة راسية من جانب البليهي، لكن الكرة مرت جانبا. الصقور الخضر محاولة للعودة السريعة، لردة الفعل السريعة. هذه الراسية من جانب البليهي، لكن قدرة اللاعبين على العودة بشكل سريع في هذه المباراة. كرة تعود مرة أخرى يمني على الجهة اليسرى، محاولة الانطلاق، لكن التغطية من جانب حسان تنبكتي أمامه، ضغط عالي، استعاد الكرة من جانب صبارة عبد المجيد، صراع الكرة، وفي الأخير لمصلحة حسان تنبكتي على كرة ثابتة أو خطأ دفاعي على مرتدات. الغنام في الجهة اليمنى، الغنام بالكرة العرضية، تغطية دفاعية. سنشاهد مباراة دفاعية. الأخضر محاولة العودة في هذه المباراة بكرة عرضية راسية، لكنها جاءت بعيد اللقطة الماضية، وبالتالي الكرة إلى كثير من الوقت من أجل إعادة توهج وتوازن هذا المنتخب. سالم يحاول تدخل الحركات اللي لم ينجح من خلالها منتخب اليمن في تجاوز دور المجموعات. سالم تسديدة لكن عالية، وبعد ذلك انتهت خطورتها إلى ضربة مرمى. المرة القليلة اللي حصل فيها على فرصة سالم تسديدة بعد مرور ناجح، لكن كرة جاءت عالية بعد فترة. الكرة تعود مرة أخرى يمنية طويلة، لكنها بعيد عن كل حذر من الأخطاء الدفاعية. البليهي يتدخل في هذه الأثناء. كرة لمصلحة اليمن على الجهة اليسرى عن طريق محمد ناصر، يبحث عن كرة عرضية داخل المنطقة، لكنها سهلة في يد العويس. 3 ركنيات الأخضر بعد 17 دقيقة لعب. راسية لعلي البليهي خارج المرمى، تسديده لسالم الدوسري. جوير على تنفيذ خطأ. الجوير مصعب بكرة عرضية، مصعب الدفاع تدخل، وبعد ذلك العودة لمصلحة الفريق اليمني.
يحفز في اللاعبين منذ خسارة مباراة البحرين. تعود الكرة لمصلحة سالم الجوير، طويلة أمامية، تغطية دفاعية، هذه واحدة خطيرة لكن الدفاع تدخل، تصل نحو المالكي، يهيئ كرة لكنوب الجهة اليمنى، الغنام تنويع الهجوم في اليسار في اليمين سلطان لكن أمام تغطية، وبعد ذلك يبعد الكرة إلى رمية جانب. يكون عند اللاعبين روح عالية وقتالية في هذه المباراة. ما هذه الأخطاء؟ الكرة بالخطأ يمنية الآن، محاولة مرور في الجهة اليسرى لناصر محمدوب، يبحث عن التمرير مرة هنا، عدى بتمريرة تصل بعد ذلك لممدوح بن عجاج، كرة عرضية يمنية داخل المنطقة لكن الغنام برافو في تكير ضيف، مرور جميل بجانب سالم في الجهة اليسرى، عدى من الأول، سالم داخل منطقة الجزاء، يلعب كرة لكنها في يد الحارس. كرة بمجهود فردي من جانب سالم الدوسري، في الأخير في يد محمد أمان. مرور ناجح على مستوى الجيل. الكرة تعود مرة أخرى لحسان تنبكتي على الجهة اليمنى، خطيرة الغناء، فيها مساحة، فيها كرة عرضية لكنها في يد الحارس مرة أخرى. محمد أمان ونجاح بل والفوز بعد ذلك باللقب. كرة طويلة، المايكي باتجاه رديف على الجهة اليسرى، رديف يحافظ على كرته تحت العالم، كرة تصل مرة أخرى من جانب سالم الدوسري، محاولة بكرة عرضية داخل منطقة، تصل بعد ذلك باتجاه الغنام لكن التغطية أمامه، اللي ضغط من جانب منتخبنا في هذه الوضعية. الجوير يحاول التمويب، يحط كرة جهة اليمين إلى كنو، كرة فيها مصعب سريعا إلى الغنام بكرة عرضية ولكنها جاءت بعيدة، وفي الأخير متوقعين طبعا بل متأكدين أنه سيلعب بهذه الطريقة. كرة من جانب سالم لكن التسديدة جاءت بعيدة. شوف الصعوبات اللي نواجهها في مباراة الليلة. سالم لوحده بين مجموعة من المدافعين، حاول أن يغالط الحد، تكلم عنه، حلول لا زالت ناقصة. رديف تحرك، رديف استلام، رديف محاولة تمرير في الجهة اليسرى، ناصر لكن أيضا أمام التغطية، رديف بتمريرة حلوة للمالكي، تسديدة لكنها صدمت في الدفاع وبعد ذلك إلى حارس المرمى. زحمة مدافعين، غاب من السيقان أمام مرمى أمان. محمد أمان طويلة إلى الأمام، البيهي خاطئة، هدف ثاني للمنتخب اليمني، هدف ثاني للمنتخب اليمني بهدف كان بغلطة فادحة للدفاع، غلطة فادحة من جانب المدافع علي البليهي، وبعد ذلك يستغل المنتخب اليمني اللقطة ويسجل هدفا ثانيا ليجعل أجواء مثيرة أكثر في استاد جابر مبارك هنا في هذه المباراة. يا إلهي على هذا السيناريو، يا إلهي على هذا السيناريو. من كان يتخيل هذه الوضعية، هذه الصورة، هذه اللقطة، هذا الهدف؟ من كان يتخيل حتى هذه النتيجة؟ حلول من الخارج، كرة تصل باتجاه كنوب، تدخل أمام كنوب، خطأ يحتسب الحكم لمنتخبنا بالسلامة. كنوب دقيقة في هذه اللقطة، سالم ترك الكرة، مصعب حطها جميلة بالراس وهذا فاول. جميلة اللقطة الأخيرة، كنو يعيد الأخضر، كنو يعيد الأخضر. لقد كانت لقطة رائعة بهدف جميل بدون فرحة لرونار. نعم إنه جاء متأخرا لكن يمكن العودة، يمكن النهوض، يمكن أن نقاتل بشكل أكبر، يمكن أن ننتصر، يمكن أن نغير الكثير من الأشياء لمصلحة المنتخب اليمني. محمد ناصر يحط كرة لرضوان الحبيشي، حسان تدخل، كرة من جانب ناصر، سالم يحافظ على كرته امام اكثر من لاعب، يحط كرة تصل الى كنو على الجهة اليمنى، مر كنو عرضية جميلة وفرصة وراسية وعارضة وكرة، يا إلهي. الله الله على اللقطة، على الفرصة اللي كانت قريبة. الأخضر ينتفض، الأخضر بروح قتالية عالية، الأخضر يبذل في هذه الأثناء ضغط كبير جدا في هذا التوقيت. طويل الكرة على اليسار لسالم، على اليسار 1 على 1، سالم مر لكن التغطية بد من قتالية عالية. الكرة العرضية من جانب ناصر، تسديدة لكنها في الدفاع. كرة سالم عادت بها، وأيضا أكثر منتخب في هذه المنطقة وصولا إلى كأس العالم. مصعب في الجهة اليمنى يا حكم، فيها خطأ. نعم بالسلامة مصعب،
فرصة متاحة، الجوير على تنفيذها، تركها لناصر، حطها لكن الحارس يتألق، ينجح في إبعادها بعد في هذه اللقطة لمصلحة المنتخب الياباني. ضغط عالي، استعادة كرة، مرور جميل، سالم مر وتسديدة لكن بعيدة بجانب سالم، عدى بشكل جميل، كرة جاءت عالية. نعرف أنه سالم يحاول بناء هجمة بكرة أمامية تصل إلى ناصر، مرور من جانب ناصر بكرة عرضية داخل منطقة خطيرة لكنها فيها تغطية من جانب محمد أمان. تصل كرة على الجهة اليسرى، سالم مر من الأول، سالم مر، خطيرة الكرة على حدود منطقة الجزاء، جميلة لكنها عدت أمام الجوير. لقد كان بالإمكان في هذه اللحظات، هذه كرة لمصلحة كنو، خطيرة تسديدة من كنو، جميلة والعارضة منعت الهدف. لقطة في منتهى الروعة بجانب كنو، قوية من كنو ولكنها مرة ثانية عارضة اليمن تمنع هدف سعودي ثاني من جانب محمد كنو. لقطة أخرى يتوقف فيها اللاعب، لابد أنه حكم المباراة سيضيف على الأقل 4 دقائق. زيد حجم الضغط الآن عند الغناء في الجهة اليمنى، سلطان بكرة عرضية خطيرة بالراس لكنها مرت ولا زالت، وفرصة براسية ثانية. يا إلهي، هل كانت الكرة فيها شك؟ نعم، بدال أن الكرة في الأصل خرجت إلى ضربة مرمى. 7 دقائق يضيفها حكم المباراة كوقت بدل ضايع في أحداث شوط أول. أيمن الجوير على تنفيذ الكرات الثابتة، مصعب بكرة طويلة أمامية، دفاع تدخل، من فلنتات نشوفها عند لاعبي المنتخب اليمني، المرتدات الخطيرة أيضا، الكرة لناصر محمدو يحاول مع هذه اللقطة بتمريرة، برافو التدخل من جانب بليهي مرة اللي واجهها أنه يبقى على الدكة، يلعب باستمرار، تشوف تأثيره. الله يا سالم، مرور جميل وتمريرة أجمل خطيرة لكن دفاع تدخل أول بالتعادل على أقل تقدير. سالم مرة أخرى في الجهة اليسرى، سالم بكرة عرضية أخرى كأنه راسية خطيرة، دفاع تدخل مرة أولى وثانية، تمريرة الرد طويلة الكرة إلى الأمام لكنها بعيدة عن الكل، تصل إلى سلطان داخل منطقة الجزاء، تمريرة لكنها صدمت في من هذه اللقطة، ونحن لا زلنا ننتظر الفرصة الأخطر قبل نهاية الشوط الأول. عرضية خطيرة لكنها مرت. التعادل، الهزيمة سيكون أمرا كارثيا للمدرب الفرنسي، وسيجعل المهمة في غاية تحصيلات دفاعية كبيرة قوية، وتحتاج إلى لاعبين بإمكانيات أعلى من الناحية الفردية. نشد إنهاء هذه المباراة بهذه الصورة سيكون فوزا تاريخيا المرة الأولى في تاريخه عبر مشاركاته السابقة في دورات كأس الخليج. كرة تصل مرة أخرى على حدود المنطقة، تدخل وعودة بعد ذلك في وسط الميدان، لكن جميل، سالم أمام أكثر مدافع يمني ولا زال يقاتل، يحاول تصل إلى رديف كنو، بعد ذلك كنو لاختراق الدفاع اليمني، يتدخل دفاع اليمن سلبية طالما لم ينجح الأخضر في الوصول إلى مرمى منتخب اليمن. يا غنام تصل الجوير، جميلة، مرور جميل، مصعب عدى، مصعب بكرة عرضية وكرة وصافرة وفرصة ولقطة فيها لمسة يد. هل هناك ركلة جزاء؟ سننتظر وإياكم إشارة من حكم المباراة بالعودة ربما إلى الفيديو للتأكد. كانت موجودة وأظنها ركلة جزاء للأخضر، سيعود أخيرا، وبالتالي ركلة جزاء لا غبار عليها، سيصفر من ختام اللقاء قاسم الحاتمي بعد العودة إلى المار. ركلة جزاء للأخضر، نعم ركلة جزاء لمنتخب. عودة الأخضر ومعها عودة الأخضر، يا جوير، يا عيني الله يا مصعب، الله يا مصعب، يا سلام. الأخضر يعود في هذه الأثناء من علامة الجزاء للنجم المتألق في هذه البطولة. خليجي 26 تشهد لمعان أكثر وتألق أكبر لمصعب الجوير. الكرة المسافة بعيدة، تسديدة لكنها جاءت بعيدة، وفي الأخير الغنام تحرك في أقصى الجهة اليمنى خطيرة ولكنها عدت. الغنام بكرة لمصعب، عدى مصعب، مرة مصعب، بينية جميلة وانتو حلوة داخل منطقة الجزاء، وكرة إلى رديف لكن التغطية أمامه بعدد أكبر من اللاعبين، تصل إلى بوشل، تصل على جهة اليمين، مجموعة من التمريرات. مصعب الجوير بكرة عرضية، كنو في الانتظار، خطيرة بالراس لكن آخر بالحارس. حلوة اللقطة، شوية برا كنو، كانت تحتاج تركيز أعلى برا شوية كنو. طويلة الكرة أمامية، تغطية دفاعية لا زالت خطيرة، الدفاع تدخل والعويس
اقرب الكره سعدها عبد الاله الجوير، عرضيه خطيره، دفاع تدخل وبعد ذلك الى ركنيه. ضرب منتظر، سالم يلعب كره عرضيه لكنها في يد الحارس. بجانب رديف، حلوه في اليسار، خطيره الى سالم، انتظار لرديف، 1 على 1. سالم حط كره عرضيه لمن؟ بعيده على عبد الاله، اقرب الى مصعب يفتك الكره، يكسي عبد الاله على حدود منطقه الجزاء، جميله كنو وتمريره الرد. يا الله، شكلا جيدا وروحا قتاليه عاليه ومستوى مقنع بصراحه في احداث هذه البطوله. نخليك للجمهور السعودي ان يبقى بجانب المنتخب في كل الظروف. كره جميله تصل لمصعدي سالم الدوسري، عرضيه داخل منطقه لكنها عدت صعبه على رديف. يحاول الان لمصعد منتخبنا بعوده للوراء، مصعب الجوير بكره عرضيه اخرى من مصعب، خاطئه من الحارس، من يتابعها؟ بوشر لكنها بالخطا. المالكي تصل في الجهه اليمنى، الكره للغنام، عرضيه خطيره جدا وكره لكن فيها تغطيه من الدفاع.